السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنشوف طريقة تغليف البوكس. انا بغلفه ازاي للناس اللي كانوا طلبوه معايا قبل كده. انت ازاي بتطلعي الاوردر بتاعك، او ازاي بتوصلي الاوردر سليم زي ما هو، رغم ان في كوبايات وعلب وتورتايه ما بيتقلبش على بعضه. فالنهارده يلا بينا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لاكلات في مطبخك. ويلا بينا نشوف هنغلفه ازاي. اول حاجة بالنسبة للبوكس العائلي انا بجيب له العلبة دي مقاس 35 في 35. تمام. اول حاجة بحط التورتاية في زاوية كده وبثبتها ببلاستر زي ما انت شايفة بالطريقة دي. وبعد كده بجيب المثلث ده واقوم حطاه في جنب بزاوية كده، واقوم لازقاه برضو بلزق. يعني انا بثبت كل حاجة معايا هنا باللزق بالسولوتيب كده علشان ما تتحركش، توصل للعميل وهي كويسة جدا وما فيهاش اي حاجة. اهو بصوا، باجي من عند الزاوية بتاعت المثلث دي واقوم لازقاها برضو بلزق. يا رب تكونوا شايفين كده وايه وفاهمين انا بعمله ازاي في العلبة. ده بالنسبة للبوكس العائلي. انا حبيت ان انا اوريكم البوكس العائلي بيتعمل ازاي. اما البوكس الكبير بحطه في علبة مقاس 30 في 30 وبثبته بنفس الطريقة، بس العلبة بتبقى اصغر شوية. تمام. اما البوكس الصغير بحطه في علبة اللي هي الصغيرة اللي هي بتاعت نص دست الجاتو او اقل، بحط البيبي تورته بس وكوبايه. اما العلبه المثلث والعلبه المربعه بحطها في الكيس من جنب العلبه. خلينا في البوكس العائلي دلوقتي. بجيب الاربع كوبايات اللي هو فيه على جنب العلبه كده، وبحطهم جنب بعض رصه واحده، وبجيب سولوتيب برضو واجي من زاويه العلبه، من اول العلبة من هنا كده اهو بصوا، بثبتها في اول العلبة من بره، وبعد كده بمشي بالسولوتيب بالطريقة دي. الكاميرا عشان انا حطاها فان شاء الله يكون واضح الكلام بتاعي، واضح انا بعمل ايه. واقوم برضو موصلاه للمثلث ولزقاه فيه، وجايبة حتة تانية لزقاها في العلبة باخر حتة انا لزقتها في المثلث. تمام زي ما انتوا شايفينها بالطريقة دي. اهو بصوا، ده السولوتيب في ايدي وانا بقطع منه علشان اثبت الحاجة جنب بعضها كده ما تتحركش وتوصل جميلة. والحمد لله بيجيلي صور، يعني ناس اخدت البوكسات دي عملت منها اعياد ميلاد، والحمد لله وصلت لهم جميلة جدا. وجابوها لي وهم بعد ما شالوها من العلب ورصينها على السفرة بتاعتهم. بصراحة كانت شكلها شيك جدا ولا اي حاجة باظت فيها. اهو بصوا انا قربت لكم عشان تشوفوا، انا ثبتهم كده على الجنب اهو، وثبت المثلث في الوش والتورتايه في الجنب. نثبت الكاميرا تاني ونشوف هنعمل ايه. باجي بالنسبة للعلبتين المربعين بحطهم كده جنب بعض اهم، فوق بعض في الجنب التاني من العلبة. وبجيب سولوتيب برضو وابتدي ان انا الزق، لان ناس كانت سألتني العلبة دي بتبقى مقاس كام، الحاجة دي بتوصل ازاي، بتطلعيها ازاي. اهو بنفس الطريقة دي والشكل ده. اهو بقطع السولوتيب والزق حته كده في الارض اثبتها، وباجي عند العلب والزقهم كده برضو بنفس الطريقه، واجي في جدار العلبه واقوم لازقه برضو على حته على بره بالطريقه دي. اهو بصوا بثبتها كويس عشان العلب تبقى ماسكه في بعضها باللزق السولوتيب اللي انا عاملاه ده. سهل وبسيط جدا. ده البوكس العائلي اللي انا كنت عرضته لكم، فحبيت ان انا اوريكم انا ازاي بغلفه. اهو بنفس الطريقه والشكل ده. تخلي عندك بكرة سولوتيب كده وتبتدي ان انتي تعمليه. فاضل ايه عندنا؟ فاضل العلبة الاكليريك. بجيب مربع كده من السولوتيب واتنيه اطبقه كده كأني بطبقه لأربعة اهو، وباجي في الارضية واقوم لازقاه كده، واقوم حطاه في لزق اللي هو دبل فيس، ممكن تجيبيه وتعمليه. بس انا مش لاقيه بصراحه البكره دلوقتي فعملته بلزق عادي، وبعمله كده مبيحصلوش اي حاجه اهو. بثبته من تحت، بطبق السولوتيب كده الاربعه، واقوم حطاه تحت في العلبه الاكليريك ولزقاها في قلب العلبه من تحت اهو. لقيته اهو بصوا، هو ده لزق الدبل فيس. ممكن ان انا استعمله، ممكن استعمل السولوتيب العادي، ايا ما يكون عندك هتستعمليه. اه كنت مخليه الاولاد يدوروا لي عليه فلقوه. ادي العلبة بتروح بنفس الطريقة والشكل ده، مثبتاها ومثبتة التورتية اصلا القاعدة بتاعتها برضو حطاها بسولوتيب زي ما وريتكم في الاول. وادي شكل البوكس وبقفله بالطريقة دي. بجيب اكياس مقاس 50 في 60 او 50 في 70 مش فاكرة. المهم ان هي تاخد العلبة اللي هي ايه ال35 في 35.
وبقفلها كده بالشكل ده. معلش الكاميرا وقعت، هنرجع تاني اهو مع بعض، وهنبتدي نقفل العلبة اهي بالطريقة دي، وتدخليها كده بالراحة، وتثبتي العلبة، كل حاجة متثبتة فيها، ولا التورتية هتتحرك لان لازقين القاعدة في العلبة ولا اي حاجة. وبكتب طبعا اسم القناة بتاعتي من جوه، علشان العميل او كده يشوف اسم القناة ويشترك فيها ويشوف كل اللي بيطلع ده وصله ازاي اهو. وبقفل كده العلبة بالشكل ده اهو، وبجيب السولوتيب برضو وابتدي ان انا الزقها من الجناب برضو علشان تبقى متقفلة كويس. انا ثبت اللي جوه، بثبت برضو الجوانب بتاعة العلبة من بره اهي. وبثبتها بالشكل ده تمام. بقطع بقى حتة السولوتيب كده، واخدها الزق بيها الجناب والوش بتاع العلبة من قدام. سهل جدا التغليف، بس ده للناس اللي كانت حابة، علشان اللي هتطلعي اوردرات فيها كوبايات وعلب وكده ما تروحش متبهدلة للعميل او حاصل فيها اي حاجة، فبتبتدي ان انت تثبتيها بالطريقة دي عشان توصل كويسة والاوردر يوصل لهم كويس جدا. كده اتقفلت معايا تمام، خلاص خلصت على كده بقى. بجيب الكيس بقى وابتدي ان انا احطها فيها اهي كده. اتقفلت اهي من الجناب ومن قدام. الاكياس بتاعتها بقى زي ما قلتلك بتالي مقاس يا 50 في 70 يا 50 في 60 حاجة زي كده اهي. بجيب كده الكيلو على بعضه عامل حاجة و30 جنيه، 36 جنيه حاجة زي كده اهو. كنت موريهولكوا في اوردر المشتريات ده. بالنسبه للعلب الكبيره انا عندي احجام من الاكياس، عشان مش كل علبه بطلعها في نفس الكيس، لا بطلعها في اكياس مختلفه. باجي اداير العلبه واخلي الوش هو اللي قدام اللي انا مقفلاه من قدام، واجي من ورا وابتدي احط كده الكيس في العلبه، وابتدي احطه كده بالراحه واغلف العلبه، وبتتشال بنفس الطريقه كده اهي. خلصتها بالشكل ده وبتتشال بنفس الطريقة على الايد كده. وادي الاوردر وتغليفه بيبقى بالشكل ده. اتمنى ان انت تكوني استفدتي وتطلعي اوردراتك، ما تخافيش من اي حاجة. اتمنى الفيديو يعجبك. احلى واجمل متابعين.